واستكمالا لزيارتنا لكوكب الصين العجيب، النهارده المفروض ان احنا داخل متحف GEC. مش هكذب عليكم، انا بدايه قلت هصور ايه متحف، هصور في ايه يعني، وهو التاريخ بتاعهم بدا امتى يعني عشان نبدا ان احنا نصوره. ولكن لفت انتباهي حاجات معينه كده، قد تكون بارقه امل لينا احنا. فلذلك انا حبيت ان انا اصور لكم الفيديو ده النهارده. الفيديو ده هنتكلم فيه عن مبدئيا هنتعرف على تاريخ السيارات عموما، السيارات في العالم كله بدات امتى، نتفرج على صورها الموديلات بتاعتها هنتعرف عليها، وبعد كده نبدا نعرف تاريخ السيارات في الصين اللي هتتفاجئ ان هو تقريبا متناسق مع تاريخ النهضه المصريه اصلا. وبعد كده هنبدا نتكلم على تاريخ شركه GEC ونشوف هم بداوا امتى وحاليا وصلوا لايه. حاليا شركة GEC بتعمل روبوتات، بتعمل سيارات طائرة، بتعمل تاكسي طائر، بتعمل حاجات خرافية. تقدر تقول ان احنا بنتكلم على خيال علمي، حاجات من اللي احنا كنا بنقراها وانا صغير كده وانا في فترة الطفولة والشباب. الاحلام بتاعت المستقبل والخيال العلمي لما السيارة تقدر انها تطير، ده اتحقق وشفناه بعيننا هنا. فلذلك خلينا نبدأ مبدئيا بتاريخ السيارات في العالم كله ونراجع مع بعض. هظن انها تبقى حلقه جميله، وهنشوف ان احنا ممكن نقدر نوصل لده، لان احنا في مرحله من المراحل. هتشوف ان احنا مصر والدول العربيه في مرحله ما من هذه المراحل. بص يا سيدي، 1886 ده كان نقدر نقول ان هو تاريخ ميلاد السيارات، ده التاريخ الحقيقي لميلاد السيارات. سنة 1885 في شهر 9 تحديدا، ده شهر الميلاد بتاعي مواليد 1/9. ففي شهر 9 اللي هو تاريخ ميلادي اتولدت السيارات عن طريق كارل بنز. ودي كانت أول عربية أو أول عربة تعمل بمحرك يعمل بالوقود، ودي كانت ثلاثية العجلات زي ما احنا شايفين هنا. خلاص، بعد كده وكان التطور الثاني الفور ويل بقى، اللي هو الاربع عجلات، فور ويل جازولين انجين كار. ده كان سنة 1871 برضو. ده كان تطور من ديملر. ده يعني هم نقدر نقول ان مرسيدس هي اساس صناعة السيارات في العالم. خلاص، اتعمل الفور ستروك بقى اللي هو المحرك رباعي الاشواط. الكلام ده سنة 1883. ديملر قدروا ان هم يطوروا محرك يعمل بالجازولين رباعي الاشواط. خلاص، في الوقت ده كان بيتعاون مع المهندس ويليام مايباخ، تمام، اللي هو قدر ان هو يحط الانجن ده على كارج دي اللي هي العربيه اللي انتم شايفينها دي، اللي هي رباعيه العجلات اهو، تمام، يعني زي كاريتا مثلا، احنا بنقول عندنا في مصر كاريتا. قدر ان هو يركب عليها الموتور الرباعي الاشواط ده، وبقت اول سياره رباعيه العجلات في الانتاج. طيب 1909 ده التاريخ اللي كان فيه اول سياره تخرج بخط تجميع، وكانت على ايد هنري فورد. دي اول خطوط التجميع في العالم كله، ودي كانت فكره خاصه بهنري فورد. يعني ايه خطوط تجميع بقى؟ بص يا سيدي، خط تجميع يعني ان سير بتمشي عليه ايا كان المنتج، وكل عامل بيربط مسمار واحد بس هو حفظ المسمار ده، واللي بعده بيعمل خطوه اللي بعدها، واللي بعده مش مسمار، مش قصدي مسمار يعني، ممكن واحد بيركب العجلات بس، واحد بيركب الضفيره بس، واحد بيركب السقف بس، واحد بيركب الازاز بس. كل واحد بيعمل قطعه معينه فقط حفظها وبيعملها في وقت معين، لان السير هيمشي في الوقت ده. يعني السير مثلا انت كل محطه بيقف عندها 30 ثانيه، في ال 30 ثانيه بتكون خلصت الجزء بتاعك، وغيره وغيره وغيره. فالنتيجه بيبقى خط انتاج، خط الانتاج ده بيخرج كميات سيارات كبيره جدا في وقت محدود جدا. وده كان الانتاج التجاري او الانتاج التجاري. هنري فورد في المصنع بتاعه خلاص عمل سياره جديده، وكانت من انجح السيارات في التاريخ في الوقت ده، اللي هي موديل تي. ده كان سنه 1913. خلاص، فورد موتور كومباني قدرت ان هي تعمل خطوط تجميع زي ما قلت لكم، اسمبلي لاين. وده كان اول حاجات، وده اول ظهور التكنيك ده في الكار برودكشن في صناعه السيارات. خلاص، ده بقى الماس برودكشن. الماس برودكشن يعني ايه؟ زي ما قلت لكم الانتاج التجاري اللي هو الاعداد الكبيره زي ما انتم شايفين. وده كان بدايه خطوط الانتاج للسيارات. بعد كده هنبدا ننتقل لسنه 1929
واول ظهور بقى البيجو كانت البيجو 201. تمام، في اكتوبر شهر 10 1929 تم اطلاق في باريس موتور شو. طبعا انتوا متخيلين بقى باريس موتور شو المعرض ده بقاله كام سنه، تاريخ برضه يا جماعه. من سنه 1929 في باريس موتور شو كان اول ظهور للعربيه البيجو ال 201. خلاص، واللي هي بدات بقى في الانتاج التجاري سنه 1931. خلاص، وبقت اول سياره بنظام نقدر نقول نظام تعليق مستقل. تمام، في الامام. عارفين نظام الماكفرسون اللي احنا بنقول عليه اللي هو نظام التعليق المستقل الامامي، ده كان اول ظهور ليه. طيب بعد كده سنه 1931 الاسطوره بقى فولكس فاجن بيتل. تمام، نقدر نقول ان الفولكس فاجن بيتل دي لها قصه جميله قوي، لان في الوقت ده الزعيم الالماني في وقتها هتلر عمل ايه بقى؟ جاب فني محترف جدا وهو فرديناند بورشا، وقال له على فكره هو ما كانش مهندس، يعني في الوقت ده ما كانش مهندس، هو كان فني سيارات. المهم بس كان عبقري. فالمهم جابه وقال له انا عايز سياره للشعب، سياره كل الناس تركبها، لان كانت السيارات الموجوده في المانيا كان في وقتها ايه؟ الاوتو يونيون اللي هم الاربع حلقات دول اللي هم الاودي، وكان في وقتها كان في المرسيدس طبعا، وما اعرفش البي ام كانت لسه ظهرت ولا ما ظهرتش في الوقت، بس كانت موجوده البي ام دبليو. فاذا السيارات تعتبر كلها فارهه والفئه محدوده، انما هو عايز عربيه للشعب. فمن هنا اتولد حلم فولكس فاجن او فولكس، هي كده اسمها كده فولكس واجن، اللي هي سياره الشعب. هي الرمز ده اسمه كده في دبليو دي، فولكس واجن دي سياره الشعب. فالزعيم حب انه يعمل سياره للشعب عشان الناس كلها تركب، الغلابه تركب، خلى الغلابه تركب، وعملوا الاسطوره الفولكس فاجن بيتل. وزي ما قلت لكم اللي كان مصمم بتاعها كان فرديناند بورش. عارفين شركه بورشا بتاعت السيارات السباق؟ هو بقى كان الملك بتاعها كان راجل فني سيارات، ما كانش مهندس، بعد كده خد الهندسه الشرفيه. طيب سنه 1934 بدات تظهر بقى كليزلر اير فلو، وبدا يظهر بقى الانتاج الامريكي والسيارات الفارهه اللي احنا شايفينها. هتشوفوا العربيه عامله ازاي. تمام، وخلي بالكم ان العربيه دي كانت في موجوده عند ملوك مصر في الوقت ده. ذا كليزلر اير فلو بورن ان 1934. تمام، ده بيقول لك اول سياره في التاريخ يكون فيها ستريم لايند بادي. خلاص، اللي هو التصميم ده، التصميم اللي انتم شايفينه، التصميم اللي هو المسحوب ده. خلاص، ده كانت اول سياره في التاريخ بقى يظهر فيها الشيب ده في السيارات، ويبدا هو يبقى معيار للسيارات. بعد كده نبدا بقى ايه؟ ده كده التاريخ بتاع السيارات، احنا قلنا العالمي، وهنبدا هنا بقى في تاريخ السيارات في الصين عموما. في الصين عموما، ركز بقى معايا. اول انتاج سيارات في الصين عموما كان سنه 1956. خلاص، دي السيارات الصيني كانوا بيعملوا تراكات زي ما احنا شايفين هنا كده، عربيات نقل. خلاص، وكان بيبقى الصناديق بتاعتها واجزاء كتيره من جسمها خشب. خلاص، ده سنه 1956. طيب في 58 ده دونج فينج بقى، اول ظهور لشركه دونج فينج في الوقت ده. خلاص، وبدات ان هي تعمل اول سيدان صيني، اللي هي الموديل اللي احنا شايفينه ده في مايو 12 مايو بالتاريخ يعني 1958. تمام، الباسنجر كار اللي هي سياره الركوب بقى. دونج فينج قدرت ان هي تعمل السياره دي، وكان اسمها سي اي 71 او سي اي 71. بعد كده سنه 1958 في شهر يونيو تحديدا بدات السياره بيجين اوتوموبيل، ده الشركه يعني بيجين اوتوموبيل، وقدرت ان هي تعمل خط انتاج للسياره زي ما احنا شايفينها هنا كده. اللي قدامنا هنا مش عارف الموديل اللي اسمه جينج شان تقريبا، مش كده؟ جينج شان. خلاص، طيب بعد كده يا سيدي جينج شان بقى عملت السيدان اللي هي السيدان الرئاسيه هنا اللي احنا شايفينها دي سنه 1958 في اوجست 58. شركه فاو بقى فيرست هاوجينج براند لاكشري سيدان، دي بقى اللاكشري سيدان كان اسمها سي اي 72. خلاص، بعد كده يا سيدي الفاضل في شهر 9 58 فونكس براند سيدان. في سبتمبر شهر 9 برضو، شهر العظماء ده. The first Phoenix sedan was successfully trail produced and Shanghai Automobile Assembly Plant. تمام،
طيب بعد كده في سنه 75 دونج فينج الرود فيكل، العربيات برضو النقل بتاعتهم دي كانت شغالين فيها في لارج سكيل كونستراكشن. بيقول لك ان هو كان بقى انتاج نقدر نقول بسعه كبيره. دونج فينج 2.5 طن كانت الحموله بتاعتها اوف رود، اللي هي بتقدر انها تمشي زي ما انتم شايفين كده في الجبال والحاجات اللي زي كده، والاستخدام العسكري. فيرست بيزك موديل كان دونج فينج 2.5 طن احنا قلنا. طيب بعد كده بقى هيبدا ان هو يقول لنا تاريخ صناعه السيارات في جوانزو تحديدا. في جوانزو اول حاجه كانت عندهم سنه 1940 كان تجميعات بقى، كل ده تجميعات. احنا بنقول جوانزو وودن بوديد باص، بمعنى ان كان في باص اللي احنا شايفينه ده الاسود ده اللي هو اللون ده كان معمول بالخشب، كان الجسم بتاعه كله خشب خلاص. وده كان اول انتاج مدينه جوانزو. جوانزو دي مشهوره بانتاج السيارات عموما يعني خلاص. بعد كده سنه 1970 جوانزو قدرت ان هي تطور جي زد 220 اللي شايفينها الشاحنه اللي احنا شايفينها 3 رو سيت، اللي هي صاله صفوف مقاعد فيكل اوف ميليتري يوز. دي كانت معموله للتصنيع العسكري، انتوا شايفينها الاخضر دي كانت استخدامات عسكريه. بعد كده سنه 1975 قدروا ان هم يعملوا الباص اللي هو الثنائي اللي احنا شايفينه ده، اللي هو لو ديل ده جي زد 220 اس يو في. هنا بيقول لك ان 1975 جوانزو براند جي زد 660 باص ووز سكسسفولي تريل بروديوسد. قدروا ان هم يعملوا بقى ده للانتاج المحلي. 1978 هنا جوانزو براند جي زد 643 تورست باص. ده برضو كان تورست باص زي ما احنا شايفين. بعد كده تورست باص برضو اللي شايفينه اللي فوق ده في 82 اللي هو قطعتين، ده برضو مش عارف ايه الحكمه في القطعتين ده، بس خلي بالكم ان هو موجود بس طبعا متطور جدا. شفته موجود في دبي وفي السعوديه كمان. ده سنه 1982. طيب تعالوا بقى هنا نبدا نتفرج على العربيات اللي احنا نعرفها بقى خلاص. جوانزو بدات ان هي تجمع سيارات، وهنا بقى الهدف بتاع الحلقه ده اصلا ان هو في امل، يعني انت فاهم ازاي. في جوانزو بقى يا سيدي بداوا يجمعوا البيجو 505 الستيشن ووجن، ودي العربيه انا بحبها قوي اصلا وانا صغير، بس كنت بحب اللي هي السيدان منها. كان في منها نسخه سيدان وفي منها ستيشن ووجن، في منها نسخ كتير قوي خلاص. في سنه 86 جوانزو اخذت حق تجميع للسياره 505 الستيشن ووجن تمام، ودي كانت 8 مقاعد تمام. طيب بعد كده في سنه 99 وكانت النقله الكبيره بقى، جوانزو بدات انها تجمع العربيه او النسخه الصيني من الهوندا الاكورد خلاص، ولكن بمعايير جوده عالميه خلاص. طيب بعد كده بقى وفي سنه 2006، وخلي بالكم دي المراحل الاساسيه في تاريخ شركه او في تاريخ جوانزو في تصنيع السيارات. جوانزو بقى بدات ان هي تعمل السياره او تجمع السياره تويوتا كامري الجيل السادس منها تمام في سنه 2006. وطبعا انتوا طبعا عارفين الهوندا الاكورد وتويوتا الكامري من السيارات العلامات اصلا في تاريخ السيارات اصلا، ومن اكثر السيارات السيدان في الفئه اللي نقدر نقول ان هي اللي بتديك راحه ووسع وحاجه جميله، مش اللي هي الكومباكت سيدان خلاص. بعد كده بقى في 2010 بدات تظهر الانتاج بتاع الجي اي سي اللي هو ترامبتشي جي اي 5 العربيه السيدان دي. طبعا فرق كبير جدا ما بين المستوى ده والعربيات اللي موجوده حاليا، ولكن هو هنا بيقول لك ان مجموعه جوانزو اوتوموبيل عملت اول سياره خاصه بيها، اول سياره براند سيدان خاصه بيها اللي هي ترامبتشي، ودي كانت بتخدم السوق المحلي فقط، ما كانتش للتصدير او كانت المنطقه بتاعت اسيا خلاص. ودي كانت اول سياره نقدر نقول شاينيز براند سيدان تو يوز انترناشونال ميجر سبورتنج ايفنت، يعني بيقول لك ان هي بدات ان هي كمان تستخدم، وكانت اول سياره سيدان تستخدم خارج نطاق الصين. بعد كده جي اي سي الايون اس في 2017، وخلي بالكم ان هم عاملين هيد لايت كده، يعني عاملين سبوت على المناطق اللي هم محتاجين ان هم يركزوا عليها بالاضاءات. لاحظ يعني هتلاقي في هنا سبوت على المنطقه دي. جي اي سي ايون دي سياره كهربائيه وبدا الانتاج بتاعها في 2017 خلاص.
وبعد كده وصولا حاليا للسياره الاس اس ار اللي احنا شفنا خط التجميع بتاعها. دي سياره بقى نقدر نقول ان هي سوبر سبورت، سياره خرافيه. نبدا نتفرج على تخيلهم للمستقبل والسيارات اللي هم اعدوها للمستقبل والروبوتات بقى والحاجات اللي احنا هنشوفها الحلقات الجايه باذن الله. ده تقريبا كده المتحف او ملخص للمتحف بتاع شركه جي اي سي، واللي استعرضنا في بدايته تاريخ السيارات في العموم، تاريخ السيارات في الصين وتاريخ السيارات في مدينه جي اي سي. طبعا هو هنا بيفرجك على الانتاجات الجديده بتاعتهم، تمام. هنا بيفرجك على تخيلهم للمستقبل بتاع شركه جي اي سي، انها يكون زي ما انتم شايفين كده فيها طائرات، وده حاليا تم انتاجه. والمنتج بتاع اللي هنشوفه دلوقتي يمكن في اللوحه التعريفيه دي، هو هنا بيقول لك انتشارهم وانتشار التوزيع بتاعهم داخل الصين، تمام. كرافتد باي دريفن، يعني الانتاج اليدوي المتقن، انتاج السيارات اليدوي المتقن عن طريق الركيبه او الناس اللي هم اللي بيحبوا العربيات، عشاق السيارات اللي زينا كده. بصوا انا عايز افرجكم هنا دلوقتي على السياره الطائره اللي انتوا هتشوفوها من شويه دلوقتي. السياره الطائره دي احنا شفناها فعلا وصورناها، ويمكن رفعت لكم الحلقه. دي سياره وفوقها درون. لو انت في عندك اي طارئ اي حاجه او في اي اختناق مروري، بتبدا ان انت تخرج بالدرون بتاعتك وتروح الشركه بتاعتك، والعربيه بتبقى ترجع لما الدنيا تهدى بقى. بعد كده تبقى هي ترجع لوحدها بالسيلف درايفنج، تمام. هي موجوده حاليا وبتخدم اللي احنا شفناها الصغيره دي موجوده حاليا وشغاله وبتخدم وشغاله كاسعاف طائر. خلاص هنا تصورهم بقى للمستقبل عن طريق السيارات، وزي ما انتم شايفين هنا كده الروبوتات، واحنا طبعا شفنا انتاجهم من الروبوتات. يعني ده يمكن المستقبل اللي هم بيتوقعوه. اسف ان طولت عليكم، بس اظن الحلقه كان فيها كميه معلومات ممتعه، حبيت ان انا اعمل لهم تغطيه لهذا المتحف الجميل. اشوفكم باذن الله على خير في سفريات جايه كتير، حلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.